صباح الخير، صباح الخير على اجمل عيله في الدنيا. احمد حسن وزينب وحشتونا جدا. طيب يا جماعه، في البدايه كده خلونا نتكلم على موضوع الحجاب. زي ما انتم شايفين كده زينب رجعت لبست الحجاب تاني، وزي ما شفتوا برضو الصور نزلت امبارح على الانستجرام وعلى الفيسبوك ان زينب لابسه فيها حجاب. زينب خلاص لبست الحجاب رسميا، فانا اول واحد يا جماعه حابب اقول لها مبروك يا قلبي، وان شاء الله كده ربنا يثبتك على الحجاب وتفضلي لابساه طول العمر ان شاء الله. حابب اقول لك بس على حاجه يا زينب، انت قبل الحجاب والله كنت زي القمر، وبعد الحجاب بقيتي قمرين اقسم بالله. حياتي والله، ده انت اللي قمر. طيب يا جماعه، عشان من امبارح للنهارده ناس كتير عماله تبعت لنا على موضوع الحجاب ده، زينب هتحكي لكم التفاصيل كلها وازاي هي لبست الحجاب. بصوا يا جماعه، الفكره ان انا بقالي فتره كبيره قوي 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 بفكر في موضوع الحجاب ده، يعني من رمضان اللي فات ده وانا عماله افكر ان انا عايزه البس الطرحه، وكنت دايما بتكلم مع احمد، بس يعني ايه، ما خدتش القرار بسرعه، يعني قعدت افكر شويه وبعدين استخرت ربنا، والحمد لله بقى خدت قرار ان انا البس الحجاب، ومبسوطه جدا جدا. يعني مرتاحه، حاسه ان ضميري مرتاح جدا، وحاسه ان كانت في حاجه دايما قلقاني وراحت، القلق ده راح. ومش عارفه، كنت دايما يعني حاطه في دماغي ان انا خايفه اموت وانا بشعري، مش عارفه هو ده تفكيري، مش عارفه بقى انتوا شايفينه ازاي، بس انا هقول لكم على تفكيري او اللي انا كنت حاسه بيه، ان انا كنت خايفه ان انا اموت في اي وقت. انا الحمد لله بصلي، يعني مش لازم دايما ان انا اطلع اقول انا بصلي وبعمل، بس انا بصلي مش بانتظام برضو قوي، فكنت دايما بقول ايه، افرض انا مت وانا بشعري، فضميري ما كانش مرتاح ابدا ابدا ابدا. دلوقتي ضميري مرتاح وحاسه براحه كبيره ومبسوطه بالقرار ده، وان شاء الله مش ناويه اقلعه تاني خالص ابدا، وربنا يثبتني عليه ويهديني ويهدي جميع البنات اللي بشعرهم. طبعا مش معنى ان الواحده تبقى بشعرها ان هي كده وحشه او مش حلوه، لا بالعكس خالص. بس ربنا يهدي كل بنت بشعرها وتلبس الحجاب، ويعني تبقى قادره ان هي تقابل ربنا وهي مرتاحه كده وضميرها مرتاح. بصوا يا جماعه، احنا الفيديو ده بنعمله لان في رساله. تمام، ايه الرساله من الفيديو؟ ان في ناس كتير بتاخدنا قدوه في حاجات كتير ممكن تكون مش مهمه. يعني في ناس مثلا بتبعت لي او بتبعت لزينب، والله يا زينب انا عملت الحاجه دي عشان انت عملتيها قبل كده، انا رحت كلت في المكان الفلاني عشان انت كلت فيه قبل كده، انا اشتريت التيشيرت دوت عشان لقيتك لابساه، انا يا احمد عملت شعري كده عشان لقيتك انت عامله كده. فانتوا بتاخدونا قدوه ممكن في حاجات ممكن تكون مش مهمه، فزي ما بتاخدونا قدوه في حاجات مش مهمه، خدونا قدوه في الحاجات المهمه. بس عشان محدش يفهم غلط او يقول هي بتضغط علينا ان احنا نلبس الحجاب، لا خالص، بالعكس. هي كل الفكره او اللي انا عايزاكم تفكروا فيه ان انتوا تستخيروا ربنا في موضوع الحجاب، تقعدوا تفكروا، تاخدوا قراراتكم واحده واحده للطريق الصح، او دايما يعني تاخدوا قراراتكم او تفكروا في الطريق الصح، او حطوا في دماغكم دايما ان العمر مش مضمون، وان احنا يعني كبير او صغير، الموت مش صغير على حد، سواء كبير او صغير، ممكن في ثانية الشخص ده يروح. فان شاء الله ربنا يكرمكم كلكم ويقوي ايمانكم كده. وانا مش شيخة ولا شيخة ولا على السجادة 24 ساعة، بس بحاول احسن من نفسي، بحاول اطور من نفسي للطريق الصح. انا كده يعني مش 100 للطريق الصح، لا، لسه برضو في الحجاب هاخد خطوات اكتر، اللي هو مثلا ابتدي البس الخمار كده، الحاجات دي، بس مش على طول، يعني واحده واحده. ممكن مثلا واحده بشعرها تبتدي تلبس حاجات بكم، ما تلبسش حاجات بنص، او لو بتلبس قط تلبس بنص كده، تاخدها تدريجيا. مش معنى كده ان انا بقولك قومي البسي الطرحه على طول، لا، حسني من لبسك الاول وبعدين تاخدي القرار. وانا كنت بلبس بنص وكنت بلبس قط عادي وكده، بس الحمد لله ربنا هداني، واتمنى من ربنا ان هو يكون راضي عننا. طبعا في حاجه كتير كنت بلاحظها قوي من الناس بتكتبها ان اختيار، ان الحجاب ده اختيار. هو مش اختيار، يعني مش اختيار ان احنا براحتنا سواء لبسناه او لا، لا، هو في الدين فرض علينا. تمام، مش معنى كده ان انا بقولك هو فرض فروحي البسيه، لا، انا كنت بشعري عادي مفيش اي مشكله، بس حابه افهم ان في بنات صغيرين لسه في السن، لسه بيكبروا عشان يبقى عندهم يعني خلفيه بالموضوع ان هو فرض. بس ايه، يعني لو الواحده لابسيه مش مقتنعه بيه لا، ده غلط، لازم تبقى مقتنعه بيه، ولازم تبقي عارفه ان هو فرض علينا مش اختيار ابدا. وزي ما زينب وضحت ان هي بقالها مثلا شهرين او 3 شهور هي بتفكر في موضوع الحجاب، وعلى طول انا وهي بنقعد نتكلم مع بعض. بس انا اكيد عمري ما هغصبها على حاجه، لان الموضوع مش غصب نهائي، يعني الموضوع مش عافيه اللي هو زينب انت هتلبسي الحجاب عافيه، لا، هو الموضوع مش كده. لازم هي وهي بتلبس الحجاب تكون مقتنعه بيه. تمام، لازم يكون عن اقتناع، هو فرض مش اختيار طبعا. بس دلوقتي ذنب اكبر لما الشخص يبقى لابس الحجاب غصبا مش باختياره. بجد، انتوا فاهمين الفكره؟ انا عمري ما كنت مثلا اغصب على زينب اللي هو لا يا زينب انت لازم تلبسي الحجاب، انت لو ما لبستيش الحجاب انا هعمل واسوي وافضل ازعق معاها.
ما ينفعش الكلام ده. احنا بنتكلم يعني الموضوع لازم يبقى فيه تفاهم في الموضوع، لازم يكون عن اقتناع. يعني كنا بنقعد انا وزينب بنتكلم، تقول لي انا عايز البس الحجاب، بقول لها ماشي حبيبتي البسيه، فبتقول لي بس انا متردده، فبقول لها لا يا زينب ما ينفعش تبقي متردده. ده لازم تاخدي القرار فيه. يعني خلاص انت هتلبسي الحجاب، خلاص ده فرض عليكي لازم تلبسيه، تمام. وعمري ما هغصبك على حاجه، عمري ما هغصبك اقول لك يا زينب انت هتلبسي الحجاب عافيه، لا مفيش الكلام دوت. انت وقت ما تكوني مقتنعه اقتناع تام بنسبه 100% ان انت تلبسي الحجاب، البسيه، ساعتها عمرك ما هتقلقيه ابدا. انما لو انا خصبت عليكي دلوقتي وقلت لك يا زينب البسي الحجاب عافيه وانت لبستيه مش عن اقتناع، انت ممكن في اي وقت تاني تقلعيه. وده اللي بيحصل كتير جدا من ابهات وامهات ومن الاهل ومن الازواج ومن الكلام ده كله. انما لما زينب دلوقتي لبسته باختيارها، عمرها ما هتقلعه تاني، لان هي خلاص هي اللي اختارت ده، هي اللي حددت ده، هي اللي وافقت ان هي تلبس الحجاب عن اقتناع تام، وهي عارفه ان هو فرض، وقرت كتير جدا جدا في القرآن، ودخلت على الانترنت وبحثت وكل حاجة في الدنيا شافتها ان هو فرض ولازم تلبسه. فهي مقتنعة دلوقتي بيه، مش مجرد حاجة هي لابساها عشان مثلا اهلها قالوا لها البسي الحجاب او جوزها قال لها البسي الحجاب، لا هي دلوقتي مش لابساه عافية، هي دلوقتي لابساه عن اقتناع تام. يعني من الاخر انا مش لابساه عشان اراضي يعني اهلي وجوزي دول عبد اصلا، أو تراضي بشر، او يعني عشان الناس تقول الله ده بصوا لابسه الحجاب، لا هو لابساه دلوقتي عشان خاطر ربنا، مش عشان خاطر حد تاني، مش عشان خاطر حد تاني. ما ممكن ابقى لابساه عشان خاطر حد تاني، فانا مش راضيه ربنا، فانا هرضي شخص ومرضيش ربنا ازاي طبعا. بس فدي القصه كلها بتاعت الحجاب، عشان ما نقعدش نتكلم فيه كتير والناس ما تزايدش عن الموضوع وتقول اصل هي لبسته عشان حاجه او عشان حصل حاجه او عشان ترضي ناس او الكلام ده كله. ده مش حقيقي يا جماعه، ده مش حقيقي تماما. فربنا يثبتها على الحجاب، وربنا يوفق كل بنت مسلمه وتلبس الحجاب. وحاجه تانية يا جماعه حابين نتكلم فيها، حاجه مهمه جدا. احنا الفتره الجايه هتشوفوا احمد حسن وزينب ناس تانية خالص غير انتوا كنتوا بتشوفوهم قبل كده. يمكن كان لينا غلطات قبل كده، بس والله ما كانت مقصوده. اي غلطه احنا غلطناها قبل كده ما كانتش مقصوده نهائي. فتعالوا نفتح صفحه جديده مع بعضينا. ان شاء الله الفتره الجايه هنحاول نبسطكم، هنحاول نساعدكم، هنحاول نقدم لكم حاجه تفيدكم، وفي نفس الوقت برضه هنقدم لكم حاجه ترفيهيه تنبسطوا بيها وحاجات تحبوها. فاللي احنا عايزينه منكم ان انتوا انسوا اي حاجه حصلت مننا في وقت ماضي، يعني خلينا في الحاضر، خلينا في اللي جاي. احنا معاكم بنفتح صفحه جديده تماما. في قرارات كتيرة خدناها في حياتنا، الفترة الجاية هتشوفوها وتعرفوها، وفي حاجات كتير حصلت. ويمكن الفترة اللي فاتت احنا اتغيرنا بشكل كبير جدا، وانتوا هتشوفوا التغيير دوت، يعني تغيير ملحوظ جدا انتوا هتلاحظوه الفترة الجاية. فاحنا عايزين نفتح معاكم صفحة جديدة. انسوا اي حاجة فاتت، انسوا اي حاجة حصلت مننا قبل كده. برضو يمكن الاول الواحد كان بادئ على اليوتيوب وهو سنه صغير، كان سنه 18 ولا 19 سنة، الواحد كبر دلوقتي 5 سنين زيادة. فالواحد اتعلم حاجات كتير في ال5 سنين دول. يعني احنا بقالنا حوالي 4 أو 5 سنين بنقدم فيديوهات على اليوتيوب وموجودين على السوشيال ميديا، اتعلمنا حاجات كتير طول الفتره ديت. انا عايز اقول لكم ان شاء الله الفتره الجايه هتشوفوا اشخاص تانيين تماما. هنفتح معاكم صفحه جديده، صفحه بيضه، صفحه هتنبسطوا بيها، وهنقدم لكم حاجات هتنبسطوا بيها وتفيدكم، وفي نفس الوقت حاجات ترفيهيه. وفي حاجه كمان يا جماعه مهمه عايزين نكلمكم فيها، عشان عارفين ان انتوا هتسالوا عليها الفتره الجايه كتير جدا. بصوا يا جماعه، ايلين مش هتظهر معانا في فيديوهات الفتره الجايه خالص، ولا فيديوهات ولا صور ولا ستوري ولا اي حاجه خالص. يعني ايلين انتوا مش هتشوفوها تاني. احنا طبعا بنعتذر عن كل ده، بس الموضوع مش بايدينا. ايلين مش هتطلع معانا تاني خالص. انا عارف ان انتوا بتحبوها، وعارف ان انتوا بتحبوا تشوفوها دايما وبتحبوا تشوفونا معاها، بس خلاص هي مش تبقى معانا خالص في اي فيديو بعد كده، في اي حاجه احنا هنقدمها على السوشيال ميديا، سواء صوره لينا، صوره شخصيه عادي، ستوري، فيديو، اي حاجه. ايلين مش تبقى موجوده، عشان ناس كتير انا عارف ان هي هتسال الفتره الجايه ليه ايلين ما بتطلعش، ليه ايلين ما بتظهرش. فمنعا للكلام كتير عن الموضوع، ومنعا للجدال، ومنعا للكومنتات الكتير اللي هتجيلنا ايلين ايلين ايلين. في ايه طيب. ايلين مش تطلع الفتره الجايه خالص معانا. بس